سلام ومرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ ام فرات امجد. اليوم جيتكم بهذه الوصفه تاع المحاجب ومسمنات في نفس الوقت بنفس العجينه، بجميع اسرارها. هنا هذا الفيديو تحفيزي هكا باش ديروا كاع. على بالي في وقت البرد هما محبوبين بزاف، بصح بزاف اللي يعجزوا عليهم ويخافوا ما يخرجوا لهمش. هنا تحفزوا بهذا الفيديو ان شاء الله وتبعوا الخطوات والنصائح باش يخرج لكم كيما راكم تشوفوا. العجينه جات تتكسل وحدها، ما تتقطع ما والو، ساهلين في الخدمه تاعهم. انا هنا غادي نعطيكم نصائح وباش يخرج لكم محمر كيما راكم تشوفوا ويتنفخ لكم في الطاجين خطوه خطوه. اني درت معكم بزاف وصفات، بصح اليوم غادي نعطيكم النصائح بكل دقه باش هكا ينجحوا لكم ان شاء الله يا ربي. هنايا انا غادي نخدم بالوصفه تاع سميد وفرينه مخلطين. جربت شحال من وصفه، لكن هي الوصفه اللي تكون انجح اللي يكون فيها السميد نفس الكميه تاع الفرينه، ولا السميد يكون كتر من الفرينه هكاك باش ما يجوكمش معلكين. والسميد هنا ما يهمش اي نوعيه، كي تكونوا مخلطين معاها الفرينه هي اللي تزيد تسقم لكم كيما نقولوا العجينه. حطيت انا كيلو ونص تاع السميد، كيلو ونص. عبرت بهذاك البول اللي تشوفوا فيه تاع الميكسر مع كيلو تاع الفرينه. ضفت لهم رشه تاع الخميره تاع الكاطو، هنا مغرف كبيره تاع السكر، وهذيك مغرف نص مغرف تقريبا تاع الملح. وهنا الماء كي يكون هكا في وقت البرد استعملوا الماء من الأحسن يكون دافي. وهنايا الإضافة أنا اللي نزيدها باش يجوني مورقين ومحمرين، حطيت للماء كما راكم تشوفوا هذيك الأولى مغرف تاع الخل مع مغرف تاع العسل. العسل هو اللي يخليه يجيكم محمر. والسميد تاعي هنا ضفت له زوج مغارف تاع الزيت. هذوك المغارف تاع الزيت باش العجينه تاعكم ما تجيكمش معلكه كيما نقولوا نتوما تجبدوا وهي تجبد، باش يجيكم خفيف هذا المحاجب ولا المسمن. انا هنا خدمتهم في الزوج. راكم تشوفوا لميت العجينه تاعي هنا، لميتها ناشفه، لميتها دات لي هنا. شوف الكيله اللي درتها لميتها بواحد كيله وربع تاع الماء. قد ما تلمت لي برك اكيد على حسب النوعيه تاع السميد. انا هنا غادي نعطيكم تاني نصيحه: كي تجوا تعجنوا في البيتخان ما تحطوش السميد تاعكم ديريكت، دايما لموه كي من هكا من جهه باش تعرفوا القوام تاع العجينه تاعكم، ومن جهه واحده اخرى باش تحافظوا ثاني على البيتخان نتاعكم. راكم تشوفوا انا شمخت هذيك الساشي، غطيت بها العجينه تاعي اللي كنت لميتها برك، ما عجنتها ما والو، وخليتها على جهه واحد ربع ساعه ولا. انا هنا ما كنتش معوله نديرهم حتى الدقيقه التاليه. راكم تشوفوا وجدت الخضره تاعي على الجهه اللي غادي نديرها البصل وطماطيس وفلفل خضر مع فلفل احمر والحار اكيد. هنا انا حطيتها تعجن في العجانه كما قلت لكم، لاني ما كنتش معوله باش نديرهم هكا. من جهه اني نوجد فلاصوص، ومن جهه العجينه تاعي راهي تتعجن. والنصيحه تاني اللي نعطيها لكم: كي تعجنوا المحاجب تاعكم ولا المسمنات ديروهم في الرقم واحد، ما تزيدولهاش البيتخان تاعكم هكا باش تحافظوا عليها. انا هنا كي راني مسرعه الفيديو راهي تبان لكم راهي تجري، بصح هي انا راني دارتها في الرقم الواحد. خطره على خطره جبدوا العجينه وشوفوها كيما انا هنايا. صراحة يعني ما عجنتهاش بزاف، اعتمدت على الراحة. كل ما تخلوا العجينة تاعكم تريح كل ما تجيكم خير وخير. وبقيت نزيد في الماء ونعجن. كما شفتوا هذاك البصل راني قطعته على جهة هو، والفلفل حار فلفل خضر وفلفل احمر غادي نفوتهم في الاشوار. وكما كنتم تشوفوا العجينه تاعي هذا هو القوام اللي كنت نحوس انا عليه. عاودت رديت لها ساشي وخليتها تريح، وراني هنا نطحن في هذاك البصل تاعي كما قلت لكم مع المكونات اللي قلت لكم عليها. نحط البصل تاعي هو الاول يذبال مع هذيك الفلفله، وخليتها فوق النار هنا يذبال حتى كي يذبال مليح. هذيك الطوماطيس كنت رابيتها وعاودت فوتها في الاشوار باش هكا تجيني لاصوص تاعي تجيني رطبه. هذه رشه تاع السكر باش ما تجيكمش حامضه. مغرف كبيره تاع طماطم تاع العلب، فلفله حمراء حلوه وحاره، والملح اكيد. هنايا خلطت كل شيء مع هذيك الطماطم اللي كنت رابيتها، مع الطماطس اللي رابيتها وضفتها هذيك التكتوكه تاعي اللي كانت فوق النار. في الاخير كاع قطعت لها شويه تاع القزبر. راكم تشوفوا العجينه هنا كيفاه جات حتى دارت هذوك البنابل من الفوق. حكمت انا هنا العجينه تاعي بعد ما ريحت مليح قطعتها انا هنا، درت حبات كبار، يعني الحبه تقنع كيما نقولوا. درت حبات كبار انا، نص درتهم محاجب، والنص اللي بقى درتهم مسمنات هكا كيما نقولوا اثنان في واحد، باش العشيه هذيك ما نضلش نخمم تاني على حاجه واحده اخرى للقهوه. من جهه الفطور وتاني باش يشربوا بهم القهوه.
غطيتهم هنايا. بعد ما غطيتهم تاني زيدوا خلوهم يريحوا على الاقل ربع ساعه، وبدو تحلوا فيهم. انا هذه الطريقه تاعي اللي ما نستغناش عليها في الحل، هذه الطريقه تاع جدود، كانت جدتي الله يرحمها، ان شاء الله طلبوا لها كاع الرحمه، الله يرحمها. كي نشوفها وانا صغيره نشوفها كيف تحل هكا المسمن وتحل الرقاق، نحلوه بهذه الطريقه، نحلوه الاول مدور ومن بعد نكسلوه بالطول ونرقوا الحواف هما اللي ترقوه من الوسط، كاع ما دوروش به كيما راكم تشوفوا. كي تكون العجينه تاعكم ناجحه ما تتقطع لكم ما والو، حنا نرقوا غير الحواف، من بعد نحكموا الطرف تاع العجين كيما راكم تشوفوا. هذاك الطرف نكسلوه، اما الوسط هذاك يتكسل وحده كيما راكم تشوفوا، جات رقيقه شفافه حتى كل شيء راه يبان منها راكم تشوفوا. هذه هي الطريقه، صدقوني ناجحه 100%، ومحال انا نبدلها في الحل تاع العجين تجي ما شاء الله. هنا راكم تشوفوا التكتوكه تاعي هذيك اللي خدمتها راهي بردت. نعمر الحبات تاعي ونطبقهم. الطاجين تاعي حطيته يحمى، رشيت له شويه تاع الزيت، ونحط هنا النصائح اللي نعطيهم لكم في الطياب، انكم كي رقوا عفوا هنا الحواف تاني كي قبل ما تحطوهم رقوهم باش ما يجوكمش معجنين، باش تجي رقيقه كاع من كلش هذيك الحبه تاع المحاجب. قلبوا الحبه كيما راكم تشوفوا قبل ما تتحمر، قلبوها على الوجه الزاوج. من بعد كي طيب هكا باش تتنفخ لكم وتجيكم مورقه. كي طيب من الجهه الزاوجه نعاودوا نردوها على الوجه الاول. وما تنسوش الحركه هذه تاع التدوار، دائما دوروا الحبه باش ما تزلفط لكمش. كيما راكم تشوفوا كيفاه جات محمره كاع، الله يبارك هكا باش تكون تضمنوا باش تجيكم كاع محمره. ماشي تحطوها وتخلوها حتى طيب كاع للاخر. راكم تشوفوا المحاجب كيفاه جاو مورقين ما شاء الله بنان. كملت انا هنايا حليتهم كاع. عاودوا تبعوا معايا، انا هنا عاودت لكم هنا عمدا باش تشوفوا الطريقه تاعنا اللي نحلوا بها. تقريبا الناس الغرب كاع يحلوا بهذه الطريقه، وكل واحد يعني والطريقه تاعه. المهم هذه ناجحه وما تدي لكمش الوقت، تسمى ترقوا غير الحواف وتجبدوا الحبه كيما قلت لكم، هكا تجيكم ناجحه 100%. كملت انا هنا حليتهم كاع. وفي نفس الوقت انا هنا بعد ما طيبتهم كملتهم كاع في الطياب. روحت ثاني بعد ما فطرنا. عفوا هنا بديت نخدم في المسمنات هذوك. انا خدمتهم بواحد الطريقه، درت لهم ثاني واحد الخلطه تجي بزاف بنينه، وتجي هذوك المسمنات يجوكم مورقين لدرجه ما تتصوروهاش. عاد انا هنا في الفيديو هذا ما عطيت لهمش حقهم، سلكت برك في المسمنات هذوك. بس ان شاء الله في الايام الجايه نعطيكم الوصفه بالتدقيق هكا باش تخرج لكم ان شاء الله. شوفوا هذوك المحاجب كيفاه جاو، الله يبارك محمرين مورقين. ان شاء الله تجربوهم، تحفزوا بهذا الفيديو كما قلت لكم وجربوهم ان شاء الله، وفرحوا بهم رواحكم وفرحوا وليداتكم في هذا البرد. هنا بعد ما قلت لكم كملتهم فطرنا وعاودت وليت للمسمنات هذوك. هذه هي الخلطه اللي قلت لكم عليها. انا كي نديرهم للقهوه برك نخلطهم، هذه الخلطه نخلطها الاولى في الميكسار، من بعد نزيد لها السميد. انا هنا درتهم برك يعني بالقلق، ما عطيت لهمش كيما قلت لكم حقهم. خلطت كميه من الزبده على حسب الحبات اللي عندكم. خلطت واحد 2 مغارف كبار تاع الزبده مع 4 مغارف تاع الزيت، مغرف تاع اللحظه، وهنايا ورشه تاع الخميره تاع الكاطو، يعني حوالي مغرف صغيره تاع الخميره تاع الكاطو. وضفت لهم 2 مغارف تاع السميد، 2 مغارف تاع السميد. هنا كي تخلطوا تشوفوا اذا حسيتوها ناشفه زيدوا لها الزيت كما راكم تشوفوا. من الاحسن انكم قلت لكم تميكسوا ديروها في الميكسار. اذا كنتوا حديروا كميه كبيره للقهوه ولا للضياف ولا، انا هنا نفوتها في الميكسار. قلت لكم انا هنا كنت باغي نديرهم سمنات عادي، ومن بعد قلت نخلط هكا شويه غير بيدي ونحلهم. الطريقه تاع الحل كيما حليت المحاجب، غادي نحل هاد المسمنات ونحط لهم هذيك الخلطه اللي في الوسط، نحطها في الوسط ونمشيها كاع بيدي. وهنا انا موالف كيما قلت لكم كي نديرهم هنا ما عطيت لهمش حقهم كفايه. هنايا حليت ديريكت، عمرت وطيبت في نفس الوقت. بصح كي تبغوا ديروا قلت لكم كميه كبيره وتعطوهم حقهم كفايه. انا هنا كي نطبق هكا هذا التطبيقه كيما راكم تشوفوا، نطبقهم نخدم واحد 3 حبات 4 حبات نحطهم على جهه، من بعد نعاود نقرصهم. هذا الخطوه انا نديرها بعد ما يريحوا مليح، نزيد نخليهم يريحوا شويه، ونبدا بالحبه الاولى تاعي اللي عمرتها، هي اللي نبدا نطيب فيها. انا هنا قلت لكم حطيبتهم ديريكت بصح هكاك وجاو ما شاء الله، خاطش علاه العجينه كانت مريحه وداي حقها في الراحه مليح.
جاو مورقين. وشوفوا هنا دوك تشوفوا كيفاه تتنفخ الحبة. شوفوا كيفاه دارت هذوك البنابل وتنفخت كاع. هنا كيما قلت لكم قلبوها قبل ما تتحمر على الوجه الزاوج، وبقوا تدوروا في الحبة تاعكم هنايا حتى تتحمر، ومن بعد نردوها على الوجه الاول اللي حطيناها عليه. هذه هي الوصفه. ان شاء الله نكون عطيتكم كاع الخطوات. هنا قربت لكم التصويره باش تشوفوا الحبه هذه كيفاه تنفخت. الله يبارك جاو مورقين. عاده كينا قلت لكم ما عطيتهمش لحقهم، يعني كفايه من كي شغل سرعت فيهم درتهم بالخف. ان شاء الله نديروا فيديو مفصل عليهم هكا باش تدوا معلومات اكثر واكثر. ان شاء الله ينجحوا معكم. هذه هي كما راكم تشوفوا كملت عمرتهم كاع بنفس الطريقه وطيبتهم. نتوما عطوهم خلوهم كي تحلوا هكا، خلوهم يريحوا شويه قبل عفوا ما تحطوهم في الطاجين. هذه هي الوصفه تاع اليوم راهي واجده. ان شاء الله عطيتكم كاع النصائح اللي يفيدوكم واللي يحفزوكم باش هكا ديروهم وتفرحوا بهم رواحكم وولادكم. شوفوا هنا قربت لكم الفيديو كما راكم تشوفوا باش هكا تشوفوا كيفاه جاو محمرين والتورق تاعهم كيفاه جا. هذه هي وصفتي تاع اليوم راهي واجده. ان شاء الله تجربوها. وهذا هو، شوفوا المسمن هنا هذا الكتاب كيفاه جا محمر ومورق. كملتهم انا كاع كي من هاك. وان شاء الله كما قلت لكم ما تنسونيش هنا بالدعم وبالجام. اللي تعجبها الوصفه ما تنسونيش بالبارطاج تاني. ومع السلامه في وصفه اخرى ان شاء الله. خليكم مع الصور هذو. مع السلامه.